تصنيف التايمز العالمي يضع جامعة القاسم الخضراء ضمن أفضل 10 جامعات عراقية. نهنئ ونبارك لكافة منتسبي جامعة القاسم الخضراء بمناسبة دخولها في تصنيف التايمز. لله الحمد، للمرة الأولى دخلت في هذا التصنيف، ودخولها الأول حقق مرتبة عليا بين الجامعات الأم. جامعة القاسم الخضراء احتلت المرتبة العاشرة من بين الجامعات التي دخلت في هذا التصنيف، الجامعات العراقية. حقيقة هذا الإنجاز هو إنجاز كبير وإنجاز تاريخي لجامعة القاسم الخضراء، ولم يتحقق إلا بتضافر جهود كافة منتسبي جامعة القاسم الخضراء، سيما الأخوة التدريسيين والباحثين الذين رغم قلة الإمكانات ورغم قلة الدعم لكنه يحققون يوم بعد يوم إنجازات علمية على مستوى البحث العلمي. 25 جامعة عراقية فقط تأهلت ودخلت التصنيف من أصل 90 جامعة قدمت بياناتها، مما يجعل دخول جامعتنا هذا التصنيف إنجازا متميزا ومؤشرا على تطور أدائها المؤسسي. تصنيف التايمز هو تصنيف بريطاني عالمي، ضم في هذه النسخة الأخيرة أكثر من 2000 جامعة على مستوى العالم، جامعات رصينة. حقيقة متطلبات الدخول في هذا التصنيف هي متطلبات نوعا ما فيها تعقيد كبير، لذلك من أصل 90 جامعة عراقية قامت برفع البيانات، تم تصنيف 25 جامعة، جامعتنا أتت بالمرتبة العاشرة. كذلك حققت الجامعة في محاور ومؤشرات هذا التصنيف المرتبة الثالثة في أقوى مؤشر في المؤشرات هذا التصنيف، اللي هو مؤشر جودة البحث العلمي، حيث حققت درجة ما يقارب 49.5، وهي درجة متقدمة على مستوى الجامعات العراقية. طبعا جاءت الجامعة بعد جامعة التكنولوجيا وجامعة الأنبار، جاءت في المرتبة الثالثة في هذا المحور. التصنيف هو بصورة خاصة يحتوي على 5 مؤشرات، 5 محاور مهمة. المحور الأول البيئة التعليمية أو التدريسية، المحور الثاني اللي هو البيئة البحثية، والمحور الثالث جودة البحث العلمي، والمحور الرابع التعامل مع قطاع الصناعة بصورة عامة، والمحور الخامس والأخير اللي هو السمعة الدولية أو السمعة والتعاون مع الجامعات، كذلك ما يخص التصويت بصورة عامة.